احيانا بتكون الصدمه اكبر من قدره الجهاز العصبي على التعامل معاها، لدرجه انك لو قررت تتجاهل الذكرى السلبيه وتردم عليها وترميها ورا ظهرك هي مش هتسيبك، هتنبعث من تحت الرماد وتجري وراك وتطلع لك في الكوابيس لما تنام. ودي من الاعراض المشهوره لاضطراب ما بعد الصدمه، ان الوعي قرر يتجاوز لكن اللاوعي مش قادر ينسى. في الحالات اللي زي دي مفيد انك تحفر وتنظف البير بدل ما تردمها. لو عايز تبطل مفعول قنبله موقوته الافضل تستعين بخبير مفرقعات، يعني بلاش تمارس الحاجات اللي هنقولها دي لو بتتعرض لحالات انفعاليه شديده، والافضل تتكلم مع ثيرابيست معالج نفسي يساعدك في الموضوع ده خطوه بخطوه. الطريقه الاولى في هذه الفلسفه هي انك ترجع للموقف. كون انك ترجع للصدمه وتحكيها او تكتب عنها كذا مره ده بيضعف تاثيرها السلبي تدريجيا، لانه بيحررك من عبء الصدمه بدل ما تفضل محبوسه جواك في صوره مشاعر مؤلمه وافكار مشوشه. الكتابه بتجبرك تعيد صياغتها وحكايتها في احداث مسلسله وافكار مترابطه فتقدر تتعامل معاها. يعني بدل ما انت سايبها في صوره انفعالات كده في مخك في منطقه الاميجدلا اللي هي المسؤوله عن الخوف والتوتر، لما بتحكيها كحدوته متماسكه انت بتنقلها للقشره الجبهيه اللي بيتعامل مع التفكير المنطقي واداره المشاعر. حسب الطريقه دي اكتب التجربه اللي حصلت لك كذا مره في الاسبوع بالتفصيل، حتى لو اثارت فيك مشاعر سلبيه، لحد ما تلاقي التاثير العاطفي ده بيضعف مع الوقت.